أو في ريفها، بالرغم من التعزيزات العسكرية التي تتوافد إلى ريف حلب الشمالي، حيث نشهد يوميا على طريق حلب إعزاز تعزيزات عسكرية ودبابات وعربات ومدرعات انتشرت على امتداد طريق حلب إعزاز. على مطرق مدينة عنبان هناك حاجز مؤلف من أكثر من 10 دبابات، أيضا على مدخل مدينة بيانون، على مدخل بلدة حيان، على مدخل مدينة الرفعت. يحاول هذا النظام إرهاب الناس بدباباته ومجنزراته، يحاول إيقاف الحراك الثوري من خلال نشر القوة العسكرية، يحاول إرهاب الناس من خلال آلة القمع التي نشرها. على الرغم من تواجد هذه الدبابات إلا أن المظاهرات مستمرة في مدينة حلب وفي ريفها، حيث خرجت اليوم مظاهرات حاشدة في كل من عنبان، وأيضا مظاهرة أخرى في مدينة تحريتان، ومظاهرة في منبج. طالب المتظاهرون خلالها بإسقاط النظام، وطالبوا بالحرية والكرامة، وطالبوا بموقف دولي داعم للشعب السوري. طيب كيف ترى خروج هذه التظاهرات رغم المجازر التي يرتكبها النظام هناك؟ الحرية والكرامة منذ اليوم الأول، ومع وصول طلائع المراقبين إلى سوريا نجد أن هذا النظام لا يلتزم لا بمراقبين ولا يلتزم لا بمبادرات وقت إطلاق النار، فآلة القمع مستمرة وآلة القتل مستمرة في كافة أنحاء سوريا. طيب سيد أبو فراس، شهدت مدينة حلب مجزرة أقدم عليها النظام من خلال إطلاق النار على مظاهرات التي خرجت، مواد تشييع الشهداء التي خرجت والتي أعقبها عشرات المظاهرات في حلب. نعم. السيد أبو فراس، على ذكر المراقبين الدوليين، كيف تنظرون إلى مهمة هؤلاء المراقبين ويعني مستقبل عملها مع نظام يتصرف بهذه الطريقة على الأرض؟ نعم، طبعا هذا النظام فاقد لشرعيته، وهذا النظام لم يلتزم سابقا بأي مبادرات ولا بأي طروحات تم طرحها من قبل المجتمع الدولي ولا حتى من الجامعة العربية. نحن نستغرب أن يتم طرح مثل هذه المبادرات وهذه الاتفاقيات مع هذا القاتل المجرم الذي انتهج منذ اليوم الأول، انتهج الحل الأمني ونشر آلته القمعية وآلة القتل والإجرام في الشوارع. نحن نستغرب كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذا النظام الذي استحبنا منه الشرعية منذ اليوم الأول. عندما خرجنا نطالب بالحرية والكرامة رد علينا بالرصاص ووجه بنادق وفوهات الدبابات اتجاهنا. نحن استحبنا الشرعية، فنحن نستغرب ما يزال. نعم، نكتفي بهذا القدر. أبو فراس.